رموز الشعب المصري اللي يرفع المصريين راسهم بيه هو الدكتور محمد البلتاجي. الدكتور محمد البلتاجي الكلام الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي ده قبل حتى ما يترشح الرئيس محمد مرسي للانتخابات. خلينا نشوف قال ايه على مين اللي تآمر على ثورة 25 يناير وقتل الثوار وايه الحوار اللي حصل في ميدان التحرير. شوف الفيديو ونكمل حلقتنا مع بعض. حوالي الساعة 2 الظهر وأنا كنت بتجول في الميدان وكل شوية أحمس الشباب، عايزين 50 يطلعوا عند المتحف، عاوزين 200 يطلعوا كذا، وقاعدين نرتب هذا. وبعدين لقيت حد من الزملاء جاي بيقول لي في حد عايزك ضروري. فرجعت للمكان اللي كنا بنقعد فيه، القوى السياسية موجودة، كنا بنتابع تطورات المشهد. فلقيت حد قدم لي نفسه وقال لي أنا اللواء عبد الفتاح مخابرات. اتفضل. هو كان دار حوار بينه وبين الزملاء اللي كانوا موجودين جميعا وهم من تيارات سياسيه مختلفه قبل انا ما اجي، بس قال لهم انا عايز البلتاجي. فقلت له اتفضل. فقال لي دكتور بلتاجي وفروا إراقة الدماء اللي هتحصل النهارده. فقلت استغربت، قلت له ليه إراقة دماء؟ فقال لي لا، ما هم انصار حسني مبارك جايين الميدان النهارده وهتحصل مقتله بينكم وبينهم. الساعه كام بقى معلش؟ يعني بالظبط لا استطيع، لكن في حدود الساعه 2 ظهرا يعني. فقال لي انصار حسني مبارك هيجوا الميدان دلوقتي ولهم حق في الميدان زيكم. فقلت له ليه؟ ما عندهم مصطفى محمود داق بيهم واتملى، ما تفتحوا لهم الاستاد يا سعاده اللواء. وعندكم يعني ملاعب مصر كلها اذا كانوا عددهم ضخم قوي كده، بحيث ان احنا نشوف هم قد ايه اللي واقفين ضد الثوره ومع حسني مبارك لغايه دلوقتي يعني. فقال لا، هم بيقولوا ان ميدان التحرير ملك للكل وهيجوا يعبروا عن تأييدهم لحسني مبارك هنا في الميدان، فهتحصل إراقة دماء. فيعني يعني رجاء ان انتوا توفروا إراقة الدماء وتروحوا دلوقتي، تنهوا الاعتصام والثوره وتروحوا. فيمين شمال يمين شمال في الاخر. فقلت له سعاده اللواء، فرضا ان انا اقتنعت برايك وفرضا ان انا املك اوجه الناس واقول لهم نخرج من الميدان، ايه الضمانه ان احنا نروح بيوتنا سالمين طالما انت بتقول هم في الطريق الان؟ وهو قال كده بالحرف الى الميدان. ايه الضمانه ان احنا ما يعتداش علينا واحنا حتى خارجين مروحين؟ بس احنا قاعدين مسالمين هنا بقالنا 5 6 ايام. الورقه اللي بتضيع من واحد مننا الشباب بينادوا عليها وبيلاقوها، ما حصلش. مسلمين ومسيحيين بيوضوا بعض يعني في جو ملهوش مثيل يعني. ليه تسمح انت بدخول دول؟ فقال اللي قلت لحضرتك يعني. فقلت له طب ايه الضمانه لو حبينا نروح؟ انا حبيت يعني اخد الحوار لقدام شويه. فقال لي لا، ده اللي انا قصدته تحديدا. فقال لي لا، احنا مسؤولين عن وصولكم الى بيوتكم سالمين. فقمت والله العظيم يا منى حصل كده، رحت قايم واقف، كنا قاعدين، رحت قايم واقف قلت له سعاده اللواء اللقاء انتهى. والله العظيم حصل هذا بالحرف. فبص لي كده قلت له اذا كنتم تستطيعوا ان تؤمنوا خروجنا من الميدان فانتم تستطيعوا وانتم مسؤولين عن تامين بقائنا في الميدان، واحنا مسالمين لا نعتدي على احد. انتوا اللي يجب ان تمنعوا اللي انتوا عارفين ان هم هيجوا الميدان دلوقتي. ده يوم الاربعاء الساعه 2 الظهر. تحيه للدكتور محمد البلتاجي اللي كان شايف الامور ومتابعها وبيقول على الواقع اللي حاصل. عبد الفتاح السيسي هو اللي حاول يخلي ميدان التحرير من الثوار. عبد الفتاح السيسي هو اللي امر مخابراته وجنوده يعتلوا اسطح المباني والفنادق ويقتلوا الثوار في ميدان التحرير. عبد الفتاح السيسي هو اللي اشرف على مذبحة الجمل اللي مات فيها شباب من اطهر شباب مصر في ثورة 25 يناير. هو ده عبد الفتاح السيسي، ودي رسالة او دي شهادة الدكتور محمد البلتاجي. وده طبعا بيفسر ليه اللي بيحصل للبلتاجي وكل اللي بيتعرض له البلتاجي في سجنه، والاصرار حتى في اي تسوية على ان محمد البلتاجي يكون من الناس اللي تعدم او يحكم عليها بالمؤبد. ده محمد البلتاجي اللي بنرفع بيه راسنا وبنعتز بيه وبنتمنى له السلامة، وبنتمنى للوطن انه يشرف بهؤلاء الناس مرة تانية انه يكونوا في مكان المسؤولية ويتحملوا مسؤولية مصر والمصريين.